نحن آسفون يا أمريكا، لكن قواعد اللعبة تغيرت ولستم وحدكم على القمة. وبين البائع والمشتري يفتح الله من الاستدارة نحو الشرق وتنظيم أكبر معارض العالم الاقتصادية وأهم فعالية رياضية إلى بناء جيوش قوية ومصالحات بالجملة. وهنا نفتح معكم ما حققه العرب في العام 2022 والجانب المشرق من القصة. دخل العام 2022 على العرب وهم مستمرون بتحقيق إنجاز أبهروا العالم فيه، حيث كان معرض إكسبو الأخير الذي استضافته دبي في الإمارات العربية المتحدة كمثال على حسن التنظيم والإبهار، حيث استضاف أكثر من 24 مليون زائر من 178 دولة في العالم، والذي أسدل الستار عليه أواخر شهر مارس آذار العام 2022، وخرجت فيه دولة الإمارات مرفوعة الرأس كما يقال، وهي ذات الدولة التي دشنت العام 2022 مشروعا رائدا على الصعيد العربي وربما العالمي، حيث أطلقت مشروعا جديدا للمستقبل وجهته الفضاء. فبعد أن كانت نجحت بإرسال أول مسبار عربي إلى ما وراء أعالي السماء، وضعت خطة لاستيطان المريخ، مشروع أشبه بالحلم، لكن الإمارات عودت الجميع على تحقيق الأحلام. وليس ببعيد عن الإمارات رسخت السعودية أقدامها لبناء المملكة الجديدة ضمن رؤية السعودية 2030، وأطلقت فكرة هي الأخرى تضاهي الخيال ضمن مشروع نيوم، وهي مدينة ذا لاين أو مدينة المستقبل. ذات الأمر تكرر تقريبا في مصر، التي استكملت مشروعها القاضي ببناء جمهورية جديدة، واختتمت عامها بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة. وقبلها كانت الاستضافة لقمة المناخ في شرم الشيخ، حيث استكملت القاهرة ترسيخ مكانتها بالمجتمع الدولي. وباستمرار النظر للجانب الإيجابي في قصة العرب، وضعت كل من الجزائر والمغرب ميزانية هي الأكبر في تاريخهما لبناء قواتهما الدفاعية ورفع كفاءة كل من جيشهما. وبغض النظر عن المنافسة بينهما، إلا أنه وعلى الصعيد العربي بات لجيش كل من البلدين شوكة يحسب لها 1000 حساب. وبالتمعن أكثر بما حققه العرب وبعيدا عن ميادين الإنجازات المادية، اكتسبت دول عربية عدة مكانة سياسية جديدة أعادت خلالها ترسيخ حضورها ومكانها على الصعيد الدولي. والحديث هنا عن السعودية وباقي دول الخليج، والتي أي الرياض استضافت حدثين مهمين العام 2022، أولهما زيارة الرئيس الأمريكي بايدن، الذي اعتاد التصريح بأن لا لقاء سيجمعه مع حكام السعودية، ثم أجبر على القدوم لهم، ودخل باستقبال باهت ومطالب لم يتم تلبيتها، وودع بلاد الحرمين خالي الوفاق. وأما الزيارة الثانية التاريخية فكانت أواخر ذات العام، حيث حلت رحال الرئيس الصيني في الرياض مرحبا به وبرزمة المشاريع التي جاءت معه. وما بين الزيارتين مياه كثيرة جرت في نهر العلاقات السعودية الدولية، حيث أكملت الرياض سلسلة تعاونها مع موسكو والتنسيق ضمن الإطار الجامع لهم فيما يعرف بأوبك بلاس، وتحديدا في قضية الطاقة وأسعار البترول، أمر استفز واشنطن غير الراضية عن استقلالية العرب.